الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يسعني إلا أن أشكر الإخوة في اتحاد علماء تركستان الشرقية على دعوتهم الكريمة، وأشد على يدهم في هذا المؤتمر الهام جدا الذي يعد أول مؤتمر يتحدث عن هذه القضية الجليلة. من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. بكاء إخواننا وألمهم في أقصى المشرق أرق أهل المغرب، فقضيتكم هي قضيتنا، ومأساتكم تذكرنا بمأساة قريبة منا، وهي مأساة مسلم الأندلس، مأساة الأندلس التي لا زلنا نبكي ونتحسر عليها، نتحسر على الفردوس المفقود. الأندلس التي أخرجت لنا وأنجبت لنا العلماء والأئمة والمفسرين، والآن أضحى أهلها نصارى يعبدون المسيح ويثلثون. ولكن إذا حدث ذلك في الأندلس لتقاعس أهل ذلك الزمان عن نصرتهم ولعدم وجود وسائل للتواصل وما إلى ذلك، فمن العيب علينا اليوم ونحن لا زلنا نبكي على الأندلس أن تضيع تركستان من أيدينا ونحن ننظر إليها. إن من أعظم واجباتنا اليوم، كما تحدث من سبقني، أن نضغط بكل قوة على دولنا وعلى نخبنا وعلى سائر من يحمل راية حقوق الإنسان وما إلى ذلك، حتى ينقذ ذلك الوطن العزيز من الغياب كما غابت الأندلس. إن تركستان الشرقية قدرها إن شاء الله أن تبقى مسلمة رافعة راية الإسلام. وإذا كانت الصين تظن أنها ستكون أقوى من رب الأرباب سبحانه وتعالى، فإننا نستعين بالله عز وجل عليهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإخوانكم في المغرب العربي والمغرب الأقصى بالخصوص معكم، وأنا إذ أتحدث باسم رابطة علماء المغرب العربي أبشركم بأننا كان لنا عدة مواقف مؤيدة لتركستان الشرقية، ومن تلك المواقف موقفنا في نصرة الأسير المسلم حسن إدريس الذي لا زال يقبع في السجون المغربية. فقد وقفنا معه، ووقف كثير من أهل المغرب حتى من غير الإسلاميين بين قوسين، يعني وقفوا موقفا شهما ورفضوا رفضا باتا أن يسلم رجل مسلم من إخواننا لدولة طاغية محتلة، لا لجرم أتاه، إنما فقط لأنه تحدث عن وطنه الأسير وبلده المستلبة. ومن هذا المكان أرفع صوتي من جديد باسمي وباسمكم وباسم رابطة علماء المغرب العربي وباسم علماء الإسلام إلى القيادة في المغرب في أن تطلق سراح هذا الرجل المسلم، فإن دين الله سبحانه وتعالى يأمرها بذلك، وإن القوانين الدولية والوطنية لتساعدها على ذلك. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في التركستان ويرفع عنهم هذا البلاء. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،
واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم فرج عن إخواننا في التركستان، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم وحد صفهم، اللهم احفظهم في دينهم وفي أعراضهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بالصين وقيادتها، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إن ظنوا أنهم قد وصلوا إلى أقصى غاية فإنك أقوى من كل قوي، وأنت الجبار ذو القوة المتين. اللهم فانتصر لأولئك المستضعفين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في فلسطين وفي الهند وفي كل بلاد يضطهد فيها أولياؤك الموحدون، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم بارك في علماء الإسلام الذين يقفون مع قضايا أمتهم والذين يضحون في سبيل دينهم، اللهم كن لهم وليا وناصرا ومعينا. اللهم كل قائد مسلم، رئيسا كان أم وزيرا أم زعيما أم إعلاميا أم كاتبا، نصر دين الله فانصره وارفع رايته. اللهم كن لهم جميعا وليا وناصرا ومعينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.